السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقريبا في الاخر ديال الشهر اللي داز كنت درت واحد الفيديو كنهضر فيه على الباسبور اللي غادي يتزاد في 2018. التنبر ديال الباسبور غادي يولي ب 500 درهم بلاصة 300 درهم. يعني اي واحد باغي يصايب باسبور او جواز السفر فهو او غادي يجدد يقوم بالتجديد ديالو، فغادي يخلص التنبر ديال 500 درهم، اي 10000 ريال بلاصة 6000 ريال اللي كان معمول بها في السابق. مع العلم ان جواز السفر المغربي كيتم التغيير ديالو كل 5 سنوات. هذه كما كنشوفوا دابا هي التصاور ديال التنابر الجداد، واحد ديال 300 درهم هو هذا، وواحد ديال 200 درهم، هادو هما اللي ولاو دابايا كما كنشوفوا هما هادو. وملاحظة أخرى هو بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، الجالية المغربية اللي كتكون مقيمة بدول أخرى، فالرسوم ديال التنبر ديال جواز السفر ديال التجديد، مثلا تقاد عليه جواز السفر وهو في الغربة، ملي غيمشي للقنصلية المغربية باش غادي يجدد ب 800 درهم ماشي ب 300 درهم. يعني فرق ما بين الداخل والخارج. 300 فالداخل 500 درهم وفي برا المغرب ب 800 درهم. هذا كيطرح سؤال ان كيفاش علاش كديروا التفرقه بين المغاربه، ما بين مغاربه الداخل ومغاربه الخارج. ربما ان الحكومه كتشوف ان مغاربه ديال الخارج كيتخلصوا بالعمله الصعبه بالدولار وبالاورو، فزادوا عليهم هذيك 300 درهم. اول حاجه انا ما بصراحه هذا القانون ما عجبنيش، خصوصا هذا التمييز ما بين مغاربه الداخل والخارج. ثاني حاجه هذه كتشجع ان المغاربه يتمناو جواز السفر ديال برا. اللي ما عندوش الجنسيه ديال برا او عايش برا غادي يدير كل ما في جهده باش يحصل عليها، واللي عنده الجنسيه ديال برا فانه غادي يبقى يستعمل جواز السفر ديال برا، وملي غادي تسالى الصلاحيه ديال الجواز المغربي ما غاديش يديها فيه، غادي يخليه غير محطوط، ما غاديش يجددو كاع اصلا. فكنتمنى ان الحكومه تعيد النظر في هذه القضيه. والقضيه ديال مده الصلاحيه، فجواز السفر مثلا لا خدينا مثال جواز السفر ديال اسبانيا، المده الصلاحيه ديالو 10 سنين، بينما كيف ما كنعرفوا جواز السفر ديال المغرب مده الصلاحيه ديالو 5 سنين. من جهه اخرى لي فري او المصاريف باش تصايب جواز السفر في اسبانيا 26 اورو، اي ما يعادل نقولوا 300 درهم مثلا 300 درهم. جواز السفر ديال المانيا باش تصايبوه تيتقام تقريبا ب 60 اورو، والصلاحيه ديالو حتى هو لمده 10 سنين. فكنشوفوا ان الدوله بقات غادا عبء زياده على المواطنين وما عرفناش فين غادي نوصلوا. كما قال واحد الاخ قال لك فوقاش غادي يزيدوا في الاكسجين، نبقاو نخلصوا على الاكسجين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى القناة.